تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم استاذ زياد. السلام ورحمه الله. واحييك جهودكم المباركه لخدمه الثوره السوريه والشعب السوري. سيدي الكريم، لقد خرج علينا المجرم بشار في خطابه الاخير وهو كالديك المذبوح عندما يرقص وهو يحتضر، لافظا انفاسه الاخيره. سوف نعمل جاهدين الى تفعيل اشتراكنا السلمي ودعمنا اللامتناهي لابطال جيشنا الحر الذي يستمد شرعيته وقوته من خلال تماسكنا ومن خلال حراكنا وانتفاضاتنا هذه ضد هذه العصابة المجرمة، وسوف نحافظ على حراكنا السلمي الداخل مدعوما بشرعية الجيش الحر الأبي الذي طالما أقسم على حماية المتظاهرين السلميين والمدنيين العزل. ونناشد جميع الدول العالمية بمساندة الشعب السوري الذي يذبح كل يوم، ونتمنى تدوير القضية السورية وتأمين منطقة عادلة لحماية المدنيين وغطاء جوي يستطيع الجيش الحر من خلاله من حماية الشعب السوري الأعزل، ومن حماية الأعراض التي تنتهك، ومن حماية المساجد التي تقصف، والمصاحف التي تدنس، والأطفال الذين يقتلون كل يوم. وندعو جميع الأحرار من الجيش السوري الذين لم ينشقوا حتى الآن أن ينضموا إلى صفوف هذا الجيش الحر، هذا الجيش الأبي، لحماية دارهم ومقدساتهم وحرماتهم، وأن يكونوا وسيلة دفاع وتصدي لأي هجوم على المدنيين العزل والمتظاهرين العزل من هذه العصابة المجرمة. ولقد تم انعقاد اجتماع في تركيا من ممثلين من المجلس الوطني وممثلين عن الجيش الحر، وذلك من اجل التنسيق والدعم السياسي المعنوي للجيش الحر. ونطالب جميع الدول بدعم هذا المجلس ودعم هذا الجيش الحر لحماية الشعب السوري الأعزل وحماية الثورة السورية المباركة. نعم، ولكن أبو عبد الله يعني ألا تخشون أنه هذا الجيش السوري الحر يعني ربما يدخل في مواجهة مع النظام، مواجهة مفتوحة، وبالتالي يمكن أن يحيد مسار الثورة عن سلميتها؟ سيدي الكريم، الثورة مستمرة في سلميتها من خلال المظاهرات السلمية، ولكن مهمة الجيش الحر هي حماية المدنيين العزل من عصابة الأسد، ولن تحيد الثورة عن سلميتها. نعم، ولكن هناك من يخشى ابو عبد الله انه بعد سقوط النظام، يعني هذا الجيش السوري الحر ربما يكون مؤشر على عودة العسكر الى التدخل في السياسة، الى محاولة القفز على الحكم والسيطرة على البلد وتقويض الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري. والكثير من النشطاء حقيقة يخشون من هذا الامر. سيدي الكريم، عناصر الجيش الحر هم أبناء هذا الوطن، بغض النظر عن صفتهم العسكرية. هم استخدموا سلاح هذه العصابة لحماية إخوانهم من المواطنين السوريين. نعم فقط. نعم. طيب، أشكرك جزيل الشكر أبو عبد الله الناطق باسم المجلس الثوري لحلب وريفها. وأتحول إلى خالد أبي نادر من حمص. تفضل خالد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك أخي زياد؟ حياك الله. الله يسلمك. أولا